صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ فيديو النهارده مهم جدا 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 جدا، عشان هقول لكم فيه على حاجه مهمه كلنا بنتغش فيها يا جماعه. كلنا، وانا كمان اتغشيت فيها كتير، بس من بعد النهارده ولا انا ولا انتوا ولا كل اللي شايف الفيديو ده هيتغش خالص في الزبده بعد كده. ازاي؟ هقول لكم ازاي نعرف الزبده اللي اشتريناها دي زبده اصليه ولا مغشوشه. هقول لكم على خطوات تعملوها بعد كده، مش هتتغشوا خالص باذن الله من الزبده، ولا حد هيعرف يغشكوا خالص لما تعملوا الخطوات اللي هقول لكم عليها دي. اولا كده خلينا نتفق ان الزبده بنشتري يا زبده صفراء يا زبده بيضه. الزبده البيضه دي بتكون من معموله من لبن الجاموسه، فبتكون دي الزبده البيضه، ويستحسن بنعمل بيها الاكل اللي هو الاكل المالح. اما الزبده الصفراء بتكون مصنوعه من لبن البقر، ودي بنستخدمها عاده في الحلويات. فدي معلومه مهمه ليكم. فانتوا يا جماعه بتشتروا الزبده البيضاء بنستخدمها في الاكل المالح، الاكل الطبيخ يعني. اما الزبده الصفراء بنستخدمها في الحلويات، بتكون احلى بكتير. فازاي بقى نعرف اذا كانت الزبده البيضاء او الزبده الصفراء دي مغشوشه ولا مش مغشوشه ولا اصليه؟ اول حاجه، اول خطوه نيجي نعملها، هناخد كده هنجيب كوبايه ميه ساقعه، هناخد منها وهناخد معلقه من الزبده الصفراء او الزبده البيضاء اللي انتم مشتريينها. هتحطيها في كوبايه الميه الساقعه وتقلبيها لمده 5 ل10 دقايق كده، وتفضلي تقلبي فيها. لو الكوبايه الميه اتعكرت باللبن، بقت بلون اللبن كده، يبقى اتأكدي ان الزبدة اللي معاكي دي زبدة طبيعية واصلية كمان. اما لو ما دابتش خالص في كوباية المية، ما دابتش ولا عملت لون اللبن ده، اعرفي ان الزبدة دي صناعية وانت كده اتضحك عليكي. تاني خطوة تعمليها عشان تتأكدي ان الزبدة دي اصلية ولا مش اصلية، هتاخدي حتة صغنطوطة كده دوقيها. لو دابت كلها في بقك وما سابتش مادة لزجة خالص ولا دهننت في بقك ودابت خالص، اعرفي ان الزبدة دي اصلية ومش مغشوشة. اما لو سابت في بقك كده زي الدهننة ومادة لزجة كده، اعرفي ان الزبدة دي صناعي. الحاجة التالتة، لو لقيتي الزبدة اللي انت لسه مشترياها دي لقيتيها ليها ريحة قوية ونفاذة كده، اعرفي ان الزبدة دي مغشوشة ومش اصلية. اما الزبدة الاصلية بتبان ريحتها الحلوة لما بتتسخن وبتسيحيها على البوتاجاز. الزبدة الجاموسي يا جماعة الطبيعي بيكون لونها ابيض كده، مايل على الخضار. او الزبدة البقري الحلوة اللي لونها اصفر بيبقى مايل على اللون البرتقالي. فاي الوان تانية غير كده انا منصحكوش بيها يا جماعة خالص. وبرضو في خطوة تانية، اما بتيجي تسيحي الزبدة الاصلي على النار، ما بيتغيرش لونها خالص وما بتعملش كده ولا فقاقيع ولا اي حاجة، وريحتها بتكون طبيعية جدا. اما الصناعي بتتلون وبيكون ليها ريحة نفاذة كده، هتعرفيها بنفسك. اما الزبدة الاصلية بيكون ريحتها كده حلوة وما بتكونش نفاذة قوي، وبتكون ريحتها طبيعية وما بيتغيرش لونها. حطوا خط كده ان هو ما بيتغيرش لونها يا جماعه خالص، ودي الزبده الاصليه. فاظن الخطوات اللي قلت لكم عليها تقدري تعرفي بيها الزبده الاصليه من الزبده المغشوشه. واتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، وما تنسوش اللايك وشير وكومنت عشان يوصلكم كل فيديو جديد.